دايما متعودين ان البراندنج بيكون لشركات، منتجات، ايفنتس، اي حاجة يعني من المتعارف عليها. لكن الحقيقة والجديد ممكن يكون لبعض الناس ان الدول كمان بقت بتعمل براندنج لنفسها. بس السؤال الاهم مش ازاي ده ممكن يحصل قد ما يكون السؤال هو ليه اصلا. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست بريف مفتوح. النهاردة مش هتكلم معاكم عن البراندنج بتاع الشركات والبراندز والحاجات المعروفة دي. هنتكلم عن حاجة أعمق شوية، وهي هوية الدول، وليه بقت موضوع مهم جدا في العالم دلوقتي. زمان كان معروف إن كل دولة عندها شيء أو حاجة كده معروفة بيه، زي تاريخ أو حضارة، جيش، اقتصاد قوي مثلا. لكن النهاردة ده ما بقاش كفاية. بقى مهم جدا ازاي العالم شايفك، وازاي العالم عنده تصور بصري ليك. احنا في زمن البيرسونال براندنج يا اخوانا. فببساطة الصورة الذهنية بقت قوة في حد ذاتها، وده اللي خلى مفهوم زي النيشن براندنج يبقى موجود. طيب، ليه الدول بقت تهتم؟ في رأيي ان في 3 اسباب اساسية. واحد، هو توحيد الانتماء جوه البلد. يعني الدولة مش بس بتكلم العالم حواليها، لكن كمان بتكلم شعبها. لما يكون في رموز واضحة، قصة مشتركة، أو حتى شكل بصري موحد، ده بيخلق إحساس كأن الواحد بيقول أنا جزء من كيان كبير. وده مش كلام عاطفي أو كلام كده اللي هو بتاع الأحاسيس والمشاعر والوطنية، لكن ده بجد ليه تأثير نفسي حقيقي. إن الهوية الواضحة بتزود إحساس المواطن بالانتماء. 2، هو تحسين وتعزيز الصورة بره حدود البلد بقى. الدول بتنافس بعض مش بس اقتصاديا، لكن كمان في قطاع السياحة مثلا أو ثقافيا وإعلاميا. يعني ببساطة كده، كل ما صورتك كانت أحسن كل ما الناس هتحب تجيلك أو تزورك، أو حتى تشتغل معاك أو تستثمر عندك. 3، تحويل الهوية لقيمة اقتصادية. ودي نقطة مهمة جدا، إن الثقافة بقت أسيت. يعني التراث زائد الفن زائد الهوية بقوا أدوات للجذب، زي ما حصل في مشاريع معروفة جدا، زي المتحف المصري الكبير في مصر مثلا، أو نيوم في السعودية. ومش هتكلم كتير عن ده طبعا لأن انتوا كده فاهمين قصدي. الفكرة هنا مش فكرة مشروع عملاق أو بروباجندا عالمية، لكن الفكرة هي صناعة صورة ذهنية راسخة عن البلد. طيب تعالى نروح لمفهوم مهم جدا، وهو القوة الناعمة. المصطلح ده اتقدم أول مرة في التسعينات تقريبا، وبيقول إن الدول تقدر تأثر على غيرها مش بالقوة المادية، ولكن المقصود هنا بالجاذبية. يعني ايه؟ طيب يعني ثقافتك، فنك، صورتك العامة، ده بيخلي الناس تنجذب ليك زيك كبني آدم، زيك زي الدولة. وده مثبت في دراسات العلاقات الدولية، إن الصورة الذهنية بتأثر على النفوذ العالمي. طيب تعال نقول كم مثال كده يوضحوا الكلام ده ويشرحوه، عشان انتوا عارفين انا ما بحبش الكلام النظري الكتير، فنطبق ده عمليا بأمثلة موجودة حوالينا هتفهموا بيها قصدي. أول مثال هو المملكة العربية السعودية، اللي قدمت مثال نموذجي للكلام اللي أنا بقوله ده. احنا هنا مش بنتكلم عن لوجو، مش بنتكلم عن السيفين والنخلة بتوع العلم، لا خالص، احنا في حتة تانية. احنا قدام هوية عمالة تتبني سنة ورا سنة، وإيفنت أو فاعلية ورا التانية، واحنا شايفين ده عمال يكبر وبيحصل قدامنا من خلال حاجات زي مثلا إعادة تقديم الهوية بشكل خطير الحقيقة. ربط الماضي بالحاضر، زي مثلا بانتون الدرعية. ولو مش عارف، فالسعودية سجلت درجة لون من ألوان الترابية أو التان في شركة بانتون العالمية. اللون ليه كود خاص وتحت مسمى الدرعية. والدرعية دي مدينة سعودية مشهورة بأطلال في الصحراء كده. فالمدينة أصلا هي مزار مهم جدا ومكان لفعاليات كتيرة عالمية.
ففي لون عالمي في بانتون متسجل باسم الضرعية. استخدام بقى طبعا رموز زي تصميم علامة للعملة المحلية، الشكل بتاع الريال اللي اتعمل. حاجات تانية كتير زي مثلا الايفنتات بقى السنوية بتاعة يوم التأسيس، زي الفونتس اللي بتطلع، زي طبعا اليوم الوطني السعودي وغيرها كتير. من الآخر كده نقدر نقول إن هم عملوا بنوا ناريتيف متكامل بس بشكل تدريجي وبمنهجية ذكية جدا. فالهوية هنا بتتقال زي حدوتة، مش صورة مرئية أو ديزاين لحاجة ثابتة أو واضحة. مثال تاني بشكل مختلف ومنهجية مختلفة خالص شفناه في مصر السنة اللي فاتت في مشروع زي افتتاح الرسمي والكامل للمتحف المصري الكبير، اللي في رأيي إن هو محاولة لإعادة تقديم مصر للعالم بشكل جمع بين الأصالة بتاعة الماضي مع الحداثة. يعني هو ربط الماضي بالحاضر علشان يبني صورة جديدة لمصر. أما عن المثال الثالث وبطلة حلقة النهاردة، فهي نموذج مختلف وقوي وإلهامي الأساسي في كتابة حلقة النهاردة، وهي سوريا. وهنا الموضوع مختلف وعميق شويتين. احنا هنا مش بنتكلم عن تطوير، لكن عن إعادة بناء هوية بعد أزمات. وده كان واضح جدا في إعادة تصميم اللوجو أو الشعار، التعديلات الطفيفة اللي اتعملت في العلم، توحيد العناصر البصرية بشكل عام، واستخدام رموز ليها معاني تاريخية أكتر من إن هي مجرد حاجة بصريا شكلها حلو أو ناجحة تصميميا. يعني نقدر نقول إن الهدف هنا مش جمالي بس، لكن نفسي وسياسي، وممكن نلخصه في إعادة بناء الثقة والانتماء. وطبعا علشان أوضح ده أكتر هسيب لك في صندوق الوصف شوية لينكات فيها شكل الهوية وتفاصيلها وراشونال ورا الفلسفة بتاعة بنائها، وكمان في لينكات للقاء مع الكرياتيف دايركتور المبدع والمتواضع أستاذ وسيم قدورة، اللي وصف التجربة دي وقيادته لمشروع تطوير الهوية البصرية لسوريا بإنها رحلة من أهم محطات مسيرته المهنية. أهم حاجة عايزة أقولها لك في حلقة النهاردة وعايزاك تطلع بيها هي إن هوية الوطن مش حاجة بتتعمل جوه استوديو أو على الكمبيوتر أو قدام الشاشة، لكن الهوية حاجة بتمثل تاريخ ناس وشعب وثقافة وتجارب وسنين طويلة. التصميم هنا بيترجم كل اللي أنا قلته ده، لكن مش بيخلقه من الصفر أو بيوجده من العدم. وده فرق طبعا مهم جدا، فرق بين بناء هوية حقيقية أو تلميع صورة. فلو الهوية مش صادقة، الناس بتحس وبتعرف وبتحس ان الموضوع فيك او حاجة متلمعة وشكلها كويس وخلاص، وفي الحالة دي البراند كله هيقع. فالدول نفسها بقت واعية ان الصورة في دماغ الناس ممكن تبقى اقوى من حاجات تانية كتير. كنت اتكلمت عن الموضوع ده بشكل مفصل اكتر في فصل كامل في كتابي تأثير العلامة، فلو مهتم بالموضوع وحابب تقرأ عنه أكتر هسيب لك برضه في صندوق الوصف لينك لشراء الكتاب. في نهاية كل حلقة هستنى رأيك، تعليقك وسؤالك اللي ممكن يكون موضوع حلقة جاية، لأن بريف مفتوح مش حوار من طرف واحد، ده بداية مجتمع نفسي يتوجد من زمان. شكرا إنك وصلت لحد هنا، واستناني الأسبوع الجاي. سلام مؤقت.